السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا مرة أخرى فيديو جديد. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن أحوالكم، ونلقاكم من الفيديو ديال اليوم صحة جيدة إن شاء الله. اليوم البنات غادي نوجد معكم طاجين ديال الكفتة بواحد الطريقة جديدة بالخضر، كيجي صحي وكذلك لذيذ بزاف، طريقة جديدة وكيجي رائع البنات كما كتشوفوا شكلا ومذاقا. كنتمنى انكم تجربوه، وإلا جربتوه اكيد غيعجبكم وغتولي هاد الوصفه معتمده عندكم. تبعوا معي الفيديو حتى الاخير باش تعرفوا على المقادير وعلى طريقه التحضير في وجهه ممتعه. بالنسبه للمقادير انا غندير معكم مباشره كلشي. كنحتاجو خضره عاديه، جوج ديال الدنجالات، واحد الكورجيطه هكا كبيره، جوج ديال البطاطا، جوج ديال المطيشات، واحد الحبه صغيره ديال البصله، شويه ديال الكفته يعني على حسب المتوفر والموجود عندكم في البيت. ممكن كذلك البنات انكم هاد الطريقه هذه ديروها بالكفته ديال الحوت اولا ديال السردين. وبالنسبه للتوابل كنحتاج الخرقوم والبزار، سكينجبير وشويه ديال الكمون وطحميره، وغادي نديرو شويه ديال القزبر معدوز مقطعين، شويه ديال الثومه، والزيتون كيبقى على حسب الا كان متوفر ولا ما متوفرش، والناس اللي كيبغيه ولا ما كيبغيوش. هنا غنبدا في الاول غادي نتبل الكفته ديالي. درت ليها العطريه اللي قلت لكم سابقا، واحد شويه ديال الربيع والثومه. غادي نحاول ندخل ديك العطريه في الكفته باش حتى هي ما تجيش هكا ما تجيش هكا باسله. كضفت لها عفوا البنات راه مع العطريه راني دايره الملحه حتى هي درتها مع توابل. وبالنسبه للخضره كما كتشوفوا قشرتها وقطعتها بحال هكا دوائر. حتى الكفته غادي نديرها بحال هكا صافي. غنستمر حتى نكمل الكفته كامله اللي عندي. وغناخذوا واحد طاجين عادي اللي كنطيبوا فيه دائما. غادي نفرش البصله هي الاولى باش ما كيلصقش ليا الطاجين. الصراحه الطريقه البنات كيجي رائع بزاف، كيجي لذيذ. حتى تجربوه عاد غادي تشوفوا غتوليو دائما ديروا الكفته بهذه الطريقه، وفي نفس الوقت صحي وكيوجد دغيا ما كياخذش وقت كتير. غادي نديروا مطيشه فوق من البصله حتى هي قطعتها دوائر كما شفتوا. وهنا غندير شويه ديال الربيع، قزبر ومعدنوس، ممكن انكم ديروه ما مقطعش بحال هكا وريقات حتى هو كيجي زوين، وشويه ديال الثومه ماشي بزاف غير شويه. وغادي نبدا ناخذ حبه من الدنجال، غادي ندير فوق منها الكفته، وغندير فوق منها واحد الكورجيط، وفوق منها البطاطا، وغادي نحطها هكا على شكل افقي كما كتشوفوا. غادي نستمر بنفس الطريقه. كنتمنى ان يكون كلشي واضح معكم. وغادي نحطها على في الجنب ديال اللي وجدت في الاول، وندير الثالثه بحال هكا بنفس الطريقه. كنبقاو حتى كنكملوا الخضره كامله اللي عندنا والكفته كامله اللي عندنا. صافي كما قلت لكم غنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل الخضره كامله اللي عندي. وغادي يبقى لي ضروري ما غيشد لكم واحد شويه غادي نديروه في الوسط. كما كتشوفوا الشكل ديال هكا كيجي صراحه بحال شكل شي كيك، كيجي رائع جدا البنات. وبالنسبه للخضره اللي بقات ليا فانا كنستفد الوسط لان هي اللي كتاخذ شويه الطياب. غندير فوق منها الكورجيط، وفي الاخير غادي ندير الدنجال. الكميه اللي عطيتكم ديال الخضره راه يعني هي اللي دارت لي الطاجين تماما، راكم شفتوا قداتني يعني حدو قدو كما كنقولوا. وبالنسبه للكفته اللي بقات ليا فانا غنديرها بحال هكا دوائر، وغادي نحطها فوق من هذيك الخضره. كما كتعرفوا البنات راه العين حتى هي كتاكل كما قلت لكم من قبل. حتى التزيين يعني راه عنده دور كبير. الحاجه اللي كنت هكا مقاده ومتوله راه كتكون عاطيه العين وكتكل. وبطبيعه الحال البنه هنا كما شفتوا التوابل اللي قلت لكم من قبل غادي نضيف عليهم نص كاس ديال الماء، وغادي نخلطهم مزيان بواحد المعلقه بحال هكا. وغادي نكبهم من فوق من هذيك الخضره ديالي والكفته باش يتبل ليا مزيان، وكتدخل مع العطريه حتى من التحت. غنوزعها بحال هكا كما قلت لكم على الطاجين كامل.
صافي وبقى ليا شويه ديال الربيع انا غنديرو في الوسط ديال الطاجين فوق من هذيك الدائره الكبيره ديال الكفته، وغادي نزين بشويه ديال الزيتون. اخر حاجه البنات غادي نضيف واحد شويه ديال زيت الزيتون بحال هكا، وغادي نوضعو يطيب مباشره فوق من النار. ما تجهدوش ليه العافيه بزاف البنات، العافيه تكون متوسطه كيطيب واحد شويه ما كياخذش وقت كبير، تقريبا غير 45 دقيقه كيكون موجود. هنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو ديالنا، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا. وإن هذا الفيديو اعجبكم شكرا لكم بزاف البنات على المشاهده ديالكم. شكرا للبنات اللي اول مره كيشوفوا القناه ديالي، كنتمنى انكم تشتركوا معايا وتضغطوا على الزر الاحمر باش توصلوا بجديد فيديوهاتي. نخليكم البنات الى فيديو قادم ان شاء الله. بسلام عليكم.